ازيكم عاملين ايه؟ دي الحلقة العاشرة من المسلسل. اللي ما شافش باقي الحلقات ياريت يرجع لها علشان يفهم تسلسل الأحداث. قبل ما أبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. وطبعا بعد لما أهل البنت عرفوا بعلاقتها مع ابن بطلتنا، أبوها ما كانش مصدق وكان عمال يلوم مراته: انتي معرفتيش تربي وانتوا عايشين في خيري. ولما ابنهم بيقول لمامته ان هو زهق جدا وانها لازم تسيبه، بس هي بترفض حاجة زي كده، ومع انها بتعاني جدا معاه بتقرر برضو ان هي تفضل جنبه. وبعدين الولد بيروح لاخته وبيقول لها اللي في دماغك ده مش هيحصل. بتقوله ليه بقى ان شاء الله؟ وبنروح بقى وبنعرف ليه. بنلاقي ابن بطلتنا عايز يتخلى عن حبيبته علشان اخد علقة سخنة من اخوها وصحابه، وهي فضلت تقول له: يا جبان، بقى عايز تسيبني عشان اتضرب؟ قد ايه انت واحد جبان. هو رجع لها وهو بيعيط لان هو مش عايز ان هما ينفصلوا عن بعض، بس هيعمل ايه؟ اخوها واصحابه مش هيسيبوه في حاله وهيفضلوا يروح وراه في كل مكان ويضربوه برضه. فهي بتقوله: ايه رأيك نهرب؟ ما قدامناش اي حل تاني. وهم شكلهم فعلا بيحبوا بعض ومش هيعرفوا يسيبوا بعض ابدا. ومش بس ابننا ده اللي بيعاني، لا كمان بنتنا الكتكوتة بتدخل الشقة دي وبتلاقي اللي المفروض هتكون حماتها، وبتقول لها: ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ شكلك بقى متعودة تيجي الشقة كتير، لانها بتلاقي مفتاح الشقة في ايديها. وطبعا بنتنا بتحس بالاحراج جدا، ولما بيكونوا بيحضروا الاكل الكتكوتة الصغيرة مش بتكون عارفة تغرفه كويس، فبتقول لها: هو الموضوع صعب عليكي قوي كده؟ واول لما ابتدت تحط ايديها على الاكل جريت كده وقالت لها: لا لا لا، ممنوع، ده عندنا في عيلتنا احنا ما بنعملش كده. وجه حبيب بنتنا الكتكوتة الصغيرة واتبسط جدا ان مامته وحبيبته موجودين معاه في يوم عيد ميلاده. ولما قعدوا ياكلوا كلهم سوا بنتنا قالت للي المفروض هتكون حماتها يعني: تسلم ايدك يا طنط، الاكل تحفه. بتقول لها: يا روحي ما فيش داعي، انا كده كده مشترياه جاهز. بتقول لها: قولي لي بقى، اهلك يعرفوا ان انت بتيجي هنا على طول؟ حاول ان هو يدافع عنها ويقول لها: لا ده مش على طول، ده النهارده بس عشان عيد ميلادي. قالت له: اخرس، هو انا سالتك اصلا؟ وبتقول لها: بصي بقى، على فكره دي مش شقة ابني، دي شقتي أنا اللي اشتريتها له. وقالت لها: بما إن دي شقتي فأنا بقى مش عايزاكي تيجي شقتي تاني، تمام؟ أنا مش عايزاكي تكوني موجودة هنا. ولما هو رد وقال لها: طب أنا عايزة أتجوزها، قالت له: اسكت. طبعا هي أحرجتها جدا، مشيت وهي متعصبة ومتضايقة وتقول: عيلتكو الغنية اللي معاها فلوس متكبرة وبتتمنظر وكمان قلة الذوق. أنا عملت إيه في حياتي عشان يحصل فيا كده؟ أنا وأنت نفس المستوى، أنا وأنت في نفس الكلية. بنتنا فضلت تعيط وهو فضل يهديها، وهي قالت له: كفايه لحد كده، اختار يا اما تكون ابن صالح او زوج صالح، مش هينفع تعملهم الاتنين مع بعض. بيقول لها: ايه دي يا حبيبتي؟ مفيش حد بيعمل كده، اكيد الواحد بيكون عايز يرضي الطرفين. قالت له: لا، في حد بيعمل كده، بابا عمل كده. والله يا حبيبتي ابوكي اصلا مفيش زيه. بتقول له: بص بقى من الاخر علشان تبقى عارف، انا مش هتجوز واحد ابن امه وخلاص بقى، وانا كنت صادقه معاك كفايه لحد كده. وبنروح بقى لبنتنا وهي متضايقة جدا بسبب إن بنتها مش بتسأل عليها، بس أصحابها بيهونوا عليها وبيقولوا برضو إن هي عندها حياتها وشغلها. بعدين بقى بيتكلموا في مشاكل ابنها المستمرة اللي ما بتخلصش، اللي هو عايز كل حاجة يطلع فلوس حتى لو كانت بطريقة غلط، زي إن هو مثلا يبيع سجاير، ومش فالح خالص في الدراسة. وبنروح بقى لبنتنا لما ساعدت زميلها في الشغل إنها تدخل مامته سينما لأول مرة، وكانت منبهرة جدًا بكل حاجة فيها، وهو شكرها لإن هو مش عارف قد إيه هي خلت مامته تكون سعيدة. وهُم ماشيين شكرتها جدًا وقالت لها: أنا عمري ما هانسى اليوم الجميل ده. ولإنها عرفت إن هي بتدرس الأدب قررت إن هي تديها كتب كتيرة جدًا هتساعدها في المذاكرة والدراسة. وبعدين بقى بتخرج هي وزميلها مع بعض وبيروحوا ياكلوا، وبيبان كده إن هو معجب بيها. وبنرجع تاني لبطلتنا وهي بتشوف أخبار وحشة في التلفزيون وبتكون قلقانة جدًا على بنتها ومش عارفة تكلمها. وبطلتنا بتفتكر حاجة حصلت معاها زمان وهي صغيرة، شافت حشرة شكلها غريب وقررت إن هي تجري وراها، نوع من أنواع الفضول يعني عند الأطفال. وهي بتجري بقى شافت واحدة ست قاعدة على الطريق. الست دي كانت قاعدة وندهت لها، ولما راحت لها قالت لها: ممكن يا كتكوتة تفكي لي دي من الكشك اللي قدام ده بس، لأني محتاجة أركب مواصلات وأكيد هاحتاج فكة وأنا رجليا وجعاني مش هاعرف أروح. بنتنا راحت هناك جري ورجعت لها بالفكة واديتها جزء من الفلوس يعني كمكافأة ليها إن هي ساعدتها. ولما رفضت قالت لها: لأ، انتي شكلك بنت لطيفة
وبتسمعي الكلام. اديتها فلوس اكتر بقى، وانها لو راحت عند المكان اللي فيه العربية اللي هناك ده وفكتها هتديها فلوس تاني. بنتنا جريت بسرعة على المكان اللي قالت لها عليه، بس ما كانتش تعرف ان العربية اللي هي رايحة لها دي كان في واحد واقف هناك وكان هيخطفها. وكانت بنتنا بتجري بأقصى سرعة عندها، ومامتها لحقتها على آخر لحظة وأنقذتها من هناك الحمد لله. وقالت لها وانت بتعملي ايه هنا؟ وبنتنا الصغيرة حكت لها اللي حصل معاها. ولما رجعوا عشان يشوفوا الست دي ما لقوهاش قاعدة في نفس المكان. ومامتها بقى عرفت كل ده منين؟ لما راحت عند بيت جدتها وعمها عرفت ان بنتها في المكان دوت لوحدها، وجرت عليها بسرعة لانها كانت مخضوضة وخايفة على بنتها جدا، والحمد لله انقذتها. وفكركم مامة البطلة هتسكت على كده؟ لا طبعا، فضلت تمسك كل الستات اللي في القرية علشان تلاقي الست اللي كانت عايزة تخطف بنتها لحد ما فعلا لقيتها. ومش عايزة اقول لكم ان فضلت تضرب فيها ضرب لحد ما ماتت حرفيا في ايديها من كتر الضرب. اكيد يعني مش هتسيب حق بنتها، دي كانت هتاخد منها اعز ما ليها. ومش لوحدها بس اللي بتضرب فيها، القرية كلها ما صدقت ان هما مسكوها هي واللي معاها. وبعدين بقى بنروح لبطلتنا، واخيرا بنتها عرفت ان هي ترد عليها وتكلمها، تقول لها ايه في ايه ماما، انا مش بعمل حاجة، ركزي في حياتك، اكيد انت عندك حياتي وبطلي بقى تضايقيني، عشان يعني شايفة ان هي قلقانة عليها قلق زيادة. يعني بطلتنا ردت عليها وقالت لها جربي بس كده تبقي ام وعندك بنت، ساعتها هتحسي بيا. واتضايقت منها وراحت قافله السكه في وشها. وبعدين بقى بنروح لبطلنا الحنين، وهو بيقول لها هو في ايه وانا بشتري لك كل بنس الشعر دي علشان تضيعيها وترميها في كل حته؟ وبيلمهم لها وبيشيلهم لها كمان، وبيقول لها مالك بس، هو انت بترجعي تشوفي كوابيس ولا ايه؟ وقبل ما بتنام بتقول له لا ما تقلقش مفيش حاجه. وهي كانت بتحلم بالكابوس اليوم اللي مات فيه ابنها واللي حصل بكل تفاصيله. بنتها لما وقعت ولما طلعت علشان تشوفها، بس المرة دي حصل حاجة غريبة في الحلم، قدرت ان هي تغير اللي حصل في الحلم ورجعت تاني وحطت لابنها الاكل وقالت له ما تقلقش يا حبيبي هروح اجيب اختك واجي. وهنا بنفهم ليه هي كانت بتكون قلقانة جدا على بنتها، هي بس قلبها مش مطمن. وقلق بطلتنا ده ما كانش صدفة ابدا، لان هي اول لما وصلت عند المكان اللي بنتها عايشة فيه لقيتها حرفيا على آخر نفس بسبب إن هي استنشقت غاز ضار جدا، ودخلت في حالة كبيرة من الإغماء، وكانت هتتجنن من كتر القلق عليها، وهي بتستنجد بأي حد عشان يطلب الإسعاف، لحد ما زميلها في الشغل شافها وشالها بسرعة وجري بيها على المستشفى. ودي ما كانتش المرة الأولى اللي تحس إن بنتها في خطر. مرة وهي صغيرة برضو كان في ضلفة كبيرة هتقع على دماغها وأنقذتها على آخر لحظة. وفي مرة كمان العجلة جريت بيها بسرعة جدا ولحقوها على آخر لحظة. في مرة تانية كانت هتنط من فوق السطح بس باباها أنقذها وإيديها اتفتحت واتخيطت. وبنتنا الكتكوتة كانت صغيرة ومش فاهمة قلق مامتها عليها، وإن ده قلب أمه بيحس بكل حاجة. وبنرجع بقى وهي في المستشفى قاعدة ومخضوضة جدا وخايفة على بنتها. وبكده يكون انتهى ملخص النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش. أشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.